يقول أحد الأخوة الدعاة الصوماليين، يقول: كنت أدرس في الأزهر الشريف، فسألني يوما أبي: في كم يوم تختم القرآن؟ فقلت له: أختمه في 7 أيام. قال: وظننت أنه سيفرح بذلك. قال: فغضب وقال: لا تمر بك الآية إلا كل 7 أيام. قال: وكان أبي من أهل القرآن، وكان يحفظ القرآن بالقراءات ال10. قال: وكان ورده كل يوم 10 أجزاء، أي كان يختم القرآن كل 3 أيام. قال: فأصابه يوما بعض المرض. قال: ودخل في غيبوبة، فأخذته إلى مصر. فقال لي الأطباء: تريد أن تدفن أباك بجوار سيدنا الحسين؟ قلت لهم: لما؟ قالوا: لأن أباك لن يعش أكثر من أسبوعا أو أسبوعين على الأكثر. وقالوا لي: ارجع بأبيك إلى بلدك فادفنه هناك. وقال لي الأطباء في الصومال مثل ذلك أيضا. وظل أبي في الغيبوبة أكثر من سنة. ومن العجيب أني كلما كنت أقرأ القرآن إلى جواره فأخطئ أو ألحن فيه، كان أبي وهو في غيبوبته يصحح لي خطئي. سبحان الله العظيم، وهو في الغيبوبة يصحح لابنه الخطأ الذي أخطأ فيه في كتاب الله عز وجل. قال: وظل على ذلك أكثر من سنة في الغيبوبة، ثم أفاق بقدرة الله وبقوة الله عز وجل، وعاد إلى كامل صحته. يقول: وما أظن أن الذي أعاده إلا بركة القرآن وبركة كتاب الله عز وجل. قال: ولما عاد لم ينسى حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل. وعاش بعد ذلك سنوات قبل أن يتوفاه الله عز وجل. فاللهم احشرنا مع أهل القرآن واجعلنا منهم يا رب العالمين.